مبشورة الجزر بتاعنا اهو كله. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهفتح كيس السكر ده كده اهو، واحط عليه واقلبه ببعضيه واسيبه من الصبح بالليل او بالليل للصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كيلو سكر على 2 كيلو جزر بتوعنا. بصوا، بسم الله، ونقلب كده في بعض. بصوا كده اهو، كده اهو، شايفين؟ بعمل بالمقشور بقلب بيه. بصوا بصوا، واركنه يا اما على الرخامه من الصبح بالليل، يا اما احطه في التلاجة زي ما انتوا عاوزين. بس احنا دخلنا على الجو اللي هو الخريف، فما تقلقوش، عايزين تحطوه في التلاجة حطوه. شايفين السكر ده هيدوب مع ايه؟ مع الجزر، واخدين بالكم؟ ويتعامل ويتفاعل السكر مع الجزر. بعد كده نخش على الخطوات التانية. بصوا، غطوها، شايفين؟ لما اجي اعمله، بسم الله الرحمن الرحيم. مربى الجزر اخر من اخر. حبايب قلبي، وادي المربى بتاعتنا اهي كده هتخش في السوا اهي. بصوا، انا حطيت لها الليمونه كلها. اللي عنده ملح ليمون حط نص ليمونه بس، ويا دوبك حرف بالمعلقه بتاعت الشاي، يعني يا دوبك ربع معلقه شاي من اللي هي بتاعت الشاي دي حطها عليه. بصوا كده قربت تخش في السوا اهي، شايفين؟ اللي حابب، هي المفروض تتعبى مش وهي سخنه، لما تبرد السخونيه تروح منها شويه، واخدين بالكم؟ اللي حابب يحط في البطرمانات تبقى، بس البطرمانات بتاعته تبقى متعقمه، يبقى خير وبركه. حابب يحط في علبه التلاجة على طول برضو عادي، على حسب ما انتوا عاوزين. دي هتكمل سواها واوريها لكم بقى بعد ما تخلص. ماشي حبايبي، لازم احنا ماشيين مع بعض اهو، خطواتنا مع بعض. بصوا، تفضلوا تقلبوا كده عشان ما تتلسعش منكم. انا في الاول ايه، عليت عليها النار وغطيتها عشان البخار بتاعها ده يسويها، واخدين بالكم؟ وبعد كده وطيت عليها النار شويه. اول ما تستوي على طول ان شاء الله هوريها لكم. هي بتاخد على النار على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها، يعني انا مثلا دي هتاخد نص ساعه معايا عشان دول 2 كيلو بس. وافضل اقلب فيها كده كل شويه عشان ابقى مطمنه عليها. واخدين بالكم انتوا؟ مطمنه عليها ان شاء الله تبقى اخر من الاخر. الف هنا والشفا عليكم حبايبي. حبايب قلبي، ورجعت لكم تاني بعد ما الجزر خد وده في السكر. بصوا بصوا، شايفين الصوص ده؟ شايفين الصوص الجميل ده؟ بصوا، ده السكر. بصوا، سبته 4 ساعات كده، واخدين بالكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اقسم بالله يتاكل ني قبل ما ينزل على النار. بصوا ان شاء الله. هنسمي الله ونحط في الحله. يلا بينا. الحله بتاعتي اهي،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا دول اسيبهم؟ لا طبعا. هنولع عليه قد ايه؟ هنولع عليه على نار عاليه كده، واخدين بالكم شويه، وكل شويه افضل اقلب فيه بقى، واخدين بالكم. وبعدين لما تحس ان هو دبل، هعصر نص الليمونه عليه، افضل بس كل شويه اقلب، فاهمين؟ ونحط نص ليمونه لما ياخد ويدي كده بشكل ودي مع بعضي. شايفين الكمال والحلاوه؟ هتبقى احلى مربى جزر ان شاء الله. حبايب قلبي بهديها لكل حبايبي، وبهديها ليويو وكارميليتا وزقنن، وبهديها لكل حبايبي اللي طلبوها مني، وبقول لهم الف هنا والشفا عليكم. هتبقى احلى مربى جزر دي ولا ايه حبايبي؟ هتاخد وتدي كده شويه مع بعضيها كده، واخدين بالكم. اغطيها، مش عارفه والله، اغطيها شويه. خليها متغطيه كده شويه، 4 دقايق كده ولا حاجه، عشان انا يا دوبك دفيت الحله حاجه بسيطه بس. وكمان 5 دقايق ولا كده هروح وعليها مقلباها وحاطه الليمون بتاعها. حبايب قلبي، وخلصت المربى التحفه الجميله 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 بتاعتنا. بصوا ما شاء الله، ال 2 كيلو عملوا لي ال4 برطمانات دول. بصوا، شايفين الجمال والحلويات؟ اخر للاخر مربى الجزر الجميله الجميله بتاعتنا. بهديها لاحمد الخطيب، وبقول له المربى الجميله الجزر بتاعتك اهي اللي انت كنت عاوزها. وبهديها لكل حبايبي، وبقول لهم تعالوا كلوا مربى اخر من الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بأمانة ربنا والله يا جماعة تحفة تحفة تحفة. واروح قافلة عليهم البطرمان بتاعتي كده وكده. طبعا هنطبق عليها بس قبل ما اخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين المربى بتاعتي اخر للاخر؟ بهديها لحبايبي كلهم، وبقول لكم احلى مربى جزر دي ولا ايه؟ بألف هنا والشفا. واعملوها لولادكم للمدارس، تفطروا انتوا بيها الصبح، حاجه في البيت جميله. ويلا باي، عقبال ما اطلع المره الجايه اشوف هقول لكم ايه ونطلع نعمل ايه مع بعض. تحياتي ليكم لمصر والوطن العربي كله، داخل مصر وخارج مصر. بقول لكم يلا باي باي، مع السلامه.